نرجع بقى احنا كمان للاتنين دول. حابب افكركم ان فات 17 ساعة بعد الفركشة التانية. فرح انا اسف. على ايه؟ انك ما بتحبنيش؟ بس هو بيحب بالرغم من كل اللي قالهولك، هو بس محتاج شوية وقت. فرح انا عملت كده عشان بيبي. شادي ممكن تسكت؟ انت لسه مطلقني، ممكن تديني وقت اهدى؟ سوري اتأخرت عليكم. نتيجة التحاليل كويسة جدا، بس في حاجة بسيطة حصلت. الجنين مقلوب. معلش مقلوب ازاي؟ معلش اصل هو ما عندوش فكرة عن الحمل خالص، مشغول حرام طول الوقت. مقلوب يعني راسه فوق ورجليه تحت. طب ما هو كده معدول. ده بالنسبة لك. الطبيعي ان راسه تبقى تحت ورجليه فوق عشان تولد طبيعي. في حاجة دكتور المفروض اعملها عشان اساعد البيبي ان هو يتعادل او كده؟ لا خالص، البيبي بيعدل نفسه بنفسه. خلينا نشوف الموضوع ده بعد اسبوعين. بصي، البيبي حجمه كبر بس لسه مقلوب زي ما هو، وصعب يتعدل لوحده. طب اعمل ايه يا دكتور؟ انا مش عايزة اولد قيصري. دكتور انا سمعت انه في تمرينات ممكن فرح تعملها عشان البيبي يتعدل. برافو. انا بعد لما عرفت ان البيبي مقلوب قعدت ادور شويه. ايوه بس التمرينات دي ما بتجيبش نتيجه قوي يعني، بس لو حابه تجربي ده اعملي ده ونشوف بعد اسبوعين. اوكي. بص فرح، اول تمرين اسمه مشية الفيل. ايه يا بنتي الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ ده تمرين يا ماما عشان البيبي يتعدل. يتعدل؟ اه. طب ممكن تتعدليه لي انت عشان اعرف اتكلم معاكي؟ طب اعدليني. تعالي يا حبيبتي، فيل صغير بيدقلك، فيل صغير. تعالي اقعدي اقعدي. في ايه يا ماما؟ ها؟ ما فيش. اصل انا بصراحه يعني بحاول اكلم ماجد وهو مش بيرد عليا خالص، طول اليوم ما بيردش عليا، وبعدين فجاه لقيته عامل لي بلوك على الفيسبوك. طب ما طبيعي يا ماما، ما هو متضايق منك. ايوه انا عارفه ان هو طبيعي، عارفه، بس انا يعني بقول ما فيش حاجه حصلت لده كله. معلش سيبيه بس شويه وهو هيفك لوحده ويكلمك. ماشي ماشي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ ما تكلمي انت، يمكن يسمع منك. انا لا يا دلال، انا تخرجيني بره الموضوع ده خالص، كفايه اللي عندي قوي. اخصى عليكي، ده انا ماما، يعني ما تخدميش ماما. اخصى عليكي يا فروحه، عشان خاطر ماما، عشان خاطر ماما، ما عنديش حل تاني، عشان خاطري عشان خاطري. انا شايفه ان ده حل هايل. عشان نوفر كاش لازم ندخل شريك جديد. لا طبعا، انا هاخد قرض وما ادخلش شركه جدد. قرض تاني؟ مش لما ندفع القروض اللي احنا خدناها اصلا؟ تتخانقوا ليه يا اولاد؟ عليا، انت كنت فين يا علي؟ انا اهو. انت عارفه البوليس بيدور عليكي بقاله قد ايه؟ انت كنت فين؟ كنت مع مريم؟ مريم ايه يا شادي؟ لا طبعا، مريم دي مجرمه، دي قتلت بابي. لا انا كنت في الهند، كنت محتاجه اشوف الجروب بتاعي علشان ما كنتش عارفه هعمل ايه بعد كل اللي حصل ده. بس وانا في الهند قابلت اهم شخصيه في حياتي، شيرين. شيرين مين؟ شيرين تعالي ما تكسفيش. هاي. هاي. شيرين. شيرين. نادين. شيرين صاحبتي، بطلة مصر في الكيك بوكسينج. انت مش متخيل يا شادي هي فرقت معايا قد ايه. وانا في الهند كان عندها بطولة وانا طبعا كنت منهارة، وقالت لي حكمة غيرت حياتي كلها. قوليها لهم. خطفيها اليمنى احسن من بيها هدومنا. بمعنى؟ يعني اللي انت عايزه لازم تعمله بايديك، والا ممكن تلاقي ان كل حاجة راحت منك. وعشان كده انا رجعت الاوتيل عشان اساعدكم في الاداره، واضح عندكم مشاكل كتير جدا وديون. فنادين انا لغيت التوكيل بتاعك، وانا اللي هدير نصيبي في الاوتيل. معلش هديري ايه؟ مش فاهمه. ايه مستغربه قوي كده ليه؟ هدير نصيبي في الاوتيل. انا مش اقل منكم على فكره عشان اكون في مجلس الاداره. انا خريجه طب على فكره، عارفين يعني ايه؟ عارف يعني ايه. فبما انكم محتاسين قوي كده زي ما انا سمعت ما بين شريك جديد او قرض، انا رايي، ايه رايك يا شيرين؟ شوفي شغل كويس مدام مخصم لك. انت بتعملي ايه هنا؟ هكون بعمل ايه؟ اوتيل بنتي وبشتغل فيه، عندك مشكله؟ على فكره انا عارفه انت عملتي ايه كويس قوي.
انا عارفه ان انت اللي وقعتي ماجده من على السلم. طيب ما دام انا اللي عملت كده، واقفه قدامك ازاي؟ مش في السجن ليه؟ ما انت هتروحي السجن، لان انا مش هسيب حق ماجده على فكره. طب يلا يا ماما شوفي شغلك، كفايه رغي، يلا. ماجده، انا النهارده شفت نيره مامة نادين في الاوتيل. يا نهار اسود، وقلت لها حاجه؟ ايوه قلت لها، ما هي بقت المشرفه عليا في الاوتيل، يعني هشوفها كل يوم. ماجده عايزين نتصرف في الموضوع ده، احنا مش هينفع نسكت. ايه مالكوا في ايه؟ سكتوا ليه اول ما جيت؟ في حاجه؟ في ايه؟ قولي يا ماجده، قولي قولي، عشان لو ما قلتيش انا اللي هقول. ديدا انا هقول لك على حاجه، بس مش عايزاكي تتجنني ومش عايزه مشاكل. في ايه؟ ما تنطقوا، تعبتولي اعصابي. اصلا انا افتكرت يوم الحفله لما وقعت من على السلم. ايه اللي حصل؟ نيره مامة نادين هي اللي وقعت ماجده من على السلم. ايه؟ احنا لازم نبلغ البوليس. انا مش قلت لك ما تتجننيش؟ ماجده مش عايزه تبلغ البوليس عشان موضوع البطاقه بتاعتها. مفيش حاجه اسمها كده، الست دي لازم تبات في القسم النهارده. ما قلت لك يا بنتي مش عايزه مشاكل، خلاص اللي حصل حصل. دلال اهدي، احنا فعلا مش هنعرف نعمل اي حاجه عشان موضوع بطاقه ماجده ده. ليه ان شاء الله؟ لا انا هكلم طارق، هو هيتصرف زي ما اتصرف في موضوع المستشفى قبل كده. مستشفى ايه وطارق ايه؟ ايه علاقه طارق بالمستشفى ببطاقه ماجده؟ اصل ماجده لما كانت في المستشفى طارق هو اللي خلص لها كل الاوراق بتاعتها. ايه؟ وانتوا ازاي ما تقولوليش حاجه زي كده؟ ما هو قال لي ما اقولكيش عشان ما تفتكريش ان هو بيعمل كده عشان عايزك ترجعي له. فرح، ساعات في حاجات ما بنعرفش نعبر عنها بالكلام. ازيك يا فرح؟ ازيك يا طارق؟ تعالي اقعدي. ايه؟ ايه؟ لا بس كده. شكرا يا طارق، شكرا قوي قوي. مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا عليا يا فرح. انا عرفت ان انت اللي خلصت موضوع ورق ماجده. ورا ايه؟ طارق دي ضحكت لي على كل حاجه خلاص. طب هو عامة دي ما كانش ينفع تحكي لك، وانت كمان ما ينفعش تشكريني عشان احنا اهل. طارق انت انسان جميل قوي يا طارق. مش عارفه اشكرك ازاي، مش عارفه اعمل لك ايه. خلاص بقى يا فرح. طيب يعني بما ان احنا اهل، انا ممكن اطلب منك حاجه كمان؟ كلنا الحقيقه عايزين نطلب منك حاجه كمان. الحقيقة انت بجحة قوي يا فرح. طارق دي مش بجاحه، هو العشم بين الاهل دايما. مش عارف، مش حاسسها عشم على قد ما هي بجاحة، يعني بجاحة اكتر شوية. هو قولي. هو انا مش هخلص مصايبك ابدا. المباحث لسه قافله معايا دلوقتي، عايزين يحققوا معايا انا وانتي. عارفه بتهمه ايه؟ بتهمه شراء في قتل جده فرح.